بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة فيديو جديد ومختلف جدا جدا يا بنات، ان شاء الله يعجبكم يا رب. فيديو تشجيعي وتحفيزي. عايزاكم تحفزوني وتشجعوني في الكومنتات جدا جدا جدا، محتاجة ان انا اتشجع الصراحة. النهاردة قمت بقى من النوم وقلت اعمل كوباية شاي بلبن كده ومعاها سندوتش، وقلت بقى اعمل ايه، اروق الأوضة. طلعنا طبعا الهدوم الصيفي. انا متعودة لما بطلع الهدوم الصيفي كلها بغسلها، لازم اغسلها الاول قبل ما تتلبس يعني. طبعا غسلت كذا غسلة فيها، وبعد كده حسيت ان الهدوم بقت كتير طبعا جدا، عايزة بقى تترصص كل حاجة في مكانها وكده. فانا حبيت ان انا اعملها معاكم كفيديو تشجيعي ليا وليكم. فعملت بقى الاول كوبايه شاي بلبن كده علشان يعني تفوقني كده على الصبح واقدر اكمل اليوم، لان كان يوم مجهد ومرهق جدا جدا، متخيلوش قد ايه. بعد ما فطرت بقى وقعدت كده حبة صغيرة، قلت لا بقى لازم اقوم علشان اخلص بدري بدري. زي ما انتم شايفين منظر الأوضة ما يسرش عدو ولا حبيب. منظر الأوضة كان فظيع، زي ما انتم شايفين كل ده هدوم الصيفي والغسيل وكله. فالغسيل الصيفي يعني ان انا غسلته، فانا قلت بقى هعمله معاكم عشان ما اقعدش اعمله لوحدي واليوم يضيع وكده. تمام. هنا طبعا كان الدولاب، هنا فوق بقى كنت بحط مثلا شنط البيبي. آه ايه تاني، كان في التليفون الارضي ما بستخدمهوش طبعا، انا جايباه بس عشان الواي فاي، فبرضه حطاه شايلاه. شايله شويه حاجات في الظرف اللي فوق، وبقيت الظرف اللي تحت كلها هدوم. فانا بوريكم طبعا منظر الاوضه ومنظر الهدوم في كل حته، ما شاء الله يعني اوضه الصراحه ما اسمهاش اوضه دلوقتي، بس ان شاء الله هتشوفوها في اخر الفيديو ان شاء الله يعجبكم. آه قعدت بقى نزلت كل اللي في الدولاب دوت ضرفه ضرفه، او نزلتها هوت كلها. ادي الضرفه التانية والضرفه التالتة كمان، كل الضرف نزلتها. وقعدت بقى على السرير بالراحة كده وقعدت اطبق حاجة حاجة. والله العظيم هم مرهقين ومتعبين عشان كانوا كمية كبيرة جدا، بس هتشوفوهم في الاخر يعني ما شاء الله لما بيتطبقوا بيبقوا حبة صغيرين جدا. ف وانتي بتبقي فرحانة بقى والدنيا رايقة. بصوا الدنيا عفارة وتراب ازاي. طبعا بقالي كتير، بقالي كذا يوم كمان ما نفضتش ولا عملت اي حاجة، وقلت هعمل كل حاجة معاكم. فانا جبت بقى شلت الظرف اللي فوق، وبشيل بقى الضرفة اللي تحت دي كلها. بصوا مليانة هدوم، بس ان شاء الله في الاخر هتعجبكم جدا جدا. بعد ما فضيت بقى الظرف كلها، جبت المعطر عشان يبقى ريحة الدولاب حلوة، وعملت بيه الخشب، وجبت فوطة من بتاعة المطبخ ولمعت بيه الخشب كله، لمعت الظرف كلها. عشان لما اجي احط الهدوم تبقى برضو على نظافة، وريحة الدولاب بقى تبقى حلوة. انا بحب دايما ريحة الدولاب تبقى معطرة، او ريحة الشقة عامة يعني، ريحة الأوضة، ريحة الخشب، ريحة اي حاجة تبقى معطرة كده وحلوة جدا. دي عشان طبعا الضرفة اللي هي في الدور الارضي اللي تحت خالص دي اكتر واحدة تبقى معفرة. بصوا الحروف دي برضو نضفتها كويس جدا جدا، وهجيب دلوقتي معاكم برضو المكنسة وهبدأ بقى انضف الحروف بتاعتها عشان مش هتنضف غير بالمكنسة. الضرفة اللي فوق خالص دي برضو كانت شنط بقى، شنط بتاعت الولاد، شنط بتاع البيبي. التليفون اهو اللي مكتوب عليه وي ده اللي انا شيلته، اللي هو الارضي. شلت كل الضرفة دي. بصوا بقى التراب، بصوا التراب عامل ازاي. طبعا كل ده هيتنضف دلوقتي ويبقى زي الفل. الصراحة الضرفة اللي فوق ديت انا دايما يعني ما مش ببقى فاكراها. الضرفة اللي فوق خالص دي ما باجيش جنبها، دايما فيها الشنط اللي عايز شنطة بيجيبها، لما بيجي مثلا من مشوار بره او حاجة بيحطها بس كده خلاص. فطبعا لما بتتنضف بيكون احسن بكتير جدا جدا ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده الدولاب بيلمع. فالحمد لله على نعمة النظافة يعني، الحمد لله رب العالمين. إيه
النضافة أول بأول دي حاجة مهمة جدا. بصوا هنا الأول هقول لكم أنا جبت المكنسة وابتديت بقى الحروف اللي هي مش هتطلع، بيبقى فيه زي عفارة ناعمة جدا جدا كده في الحروف، بطلعها بالمكنسة. هنا قعدت بقى أطبق الهدوم كلها. تطبقي أول بأول الدنيا هتبقى رايقة، هتنضفي أول بأول الدنيا هتبقى رايقة. هتقعدي الدنيا هتبقى استغفر الله العظيم، مش هتعرفي تقعدي يعني مرتاحة. راحة نفسية كبيرة جدا جدا، والشقة يعني متروقة، أو المكان اللي انتي فيه متروق، دي حاجة مهمة جدا جدا يا بنات والله. تفرق جدا جدا في النفسية وفي كل حاجة. انا طبعا الولاد ما كانوا سايبيني في حالي، كل شوية رايحين جايين. آه، اهو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، ربنا يهديهم ويبارك فيهم. بخصوص الاولاد بقى، آه، يعني انا دايما بقول لولادي مثلا ما ترموش حاجه، ما تبهدلوش الدنيا، ما تسووش. هو كده كده لازم الام طبعا تشيل وتودي وتجيب يعني ورا ولادها على طول، بس مهم جدا ان احنا نفهمهم ونقول لهم ان كده غلط وكده. يعني ما ينفعش، والنظافه من الايمان، دايما نعرفهم الحاجات ديت. بالاخص لو كانوا كبار كمان شويه، آه، لان هم في الاول وفي الاخر اطفال. يعني هم في الاول وفي الاخر لسه اطفال، يعني ربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب. انا عمري ما مديت ايدي على ولادي، يعني عمري ما ضربتهم مثلا. ومش هقول لكم ان انا تربية ايجابية، لا لا والله خالص. لان التربية الايجابية في حاجات كتيرة ما بتعجبنيش فيها. بس انا ما بحبش يعني اهين طفل. انا بالنسبه لي الضرب ده اهانه. والضرب ده حاجه مؤذيه جدا نفسيا وكل حاجه عامه يعني. فانا ما هنش ابدا طفل، يعني مهما حصل ومهما عمل انا بحاول افهم، طبعا بزعق وبصوت وبعمل كل حاجه اي ام بتعملها، بس الا الضرب. يعني اي حاجه انا ممكن اعاقب، ماشي، اشيل منهم حاجه معينه، احرمهم من حاجه هما بيحبوها كده مؤقتا، يعني لحد بس ما السلوك يتعدل. لكن ان انا اضرب، والله لعمر الضرب ما هيجيب نتيجة، بالعكس يعني حرام على اي واحدة بتضرب ولادها. ان هي اني انا بعتبر ان الطفل دوت حد ضعيف، فانتي ما تجيش على حد ضعيف عشان انتي مثلا اكبر منه، او ما تستقويش عليه، يعني فاهمة قصدي. عايزة اقولك ان يعني هم اكبر نعمة في حياتنا، اكبر نعمة في حياتنا. وناس كتيرة بتتمنى ان يبقى عندها طفل تحقق له وتعمل له كل اللي هو عايزه. فيا ريت يا ريت ما نضربش ولا نأذي ولادنا نفسيا. يا ريت نعيشهم يعني في بيئة كويسة نفسيا. بس اهم حاجة، انا اهم حاجة عندي تفرق معايا جدا جدا نفسية الطفل. يعني انا مثلا في المدرسة مستحيل حد يجي جنبهم او يضربهم او الكلام ده، لا انا ما عنديش الكلام ده خالص خالص. انا كأم، انا موديهم المدرسة عشان يتعلموا، بس التربية دي بتاعتي انا. يعني التربية دي بتاعت الاب والام في البيت، مش بتاعت المدرسة خالص. التربية والتعليم وكل حاجة، بس انا مش موديهم عشان يتهانوا. فانا يعني مبدأ وفي الدروس كمان مبدأ الضرب ده ممنوع نهائي نهائي. ايا كان. آه، انا مش من الناس اللي هم، يعني في مدرسين يقولوا لي ده والله يعني احنا بنستغرب. في امهات يجي يقولوا لنا مثلا اضربوا ولادنا، هم ما بيجوش غير بالضرب. طب ليه تأذيهم نفسيا؟ هم اصلا مين قالك ان هم هيجوا بالضرب؟ مين قال لكم ان هو هيجي بالضرب؟ بالعكس، المدرس اللي يضرب طفل او اللي يضرب تلميذه، يعني التلميذ اولا مش هيحبه ولا هيحب مادته ولا هيحب يذاكرها. لكن طول ما المدرس كويس مع التلميذ، هتلاقي التلميذ ما شاء الله بيحب المدرس جدا جدا، وبيذاكر المادة بتاعته وبيحبها جدا جدا. بيذاكرها بحب، مش بيذاكرها عشان هو خايف منه عشان يضربه، احسن يضربه، يعني فاهمين قصدي. دي من ضمن الحاجات الصراحة، ان في ناس بتبقى شايفاها ان انا يعني هو انا كده اوفر، وانا كده
مزودة الموضوع زيادة عن اللزوم يعني، بس لأ أنا باحافظ على نفسية ولادي، اللي هم ما حدش هيخاف عليهم أكتر مني، اللي هم أغلى حاجة عندي في الحياة. فأكيد مش هاسمح لأي حد مهما كان إن هو يأذيهم نفسيًا، سواء بقى بالكلام، سواء بالمد الإيد، سواء بالحاجة، لأ مش هاسمح لأي حد نهائي، أنا طبعي كده، باتضايق جدًا، 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 وباقلب الدنيا لو أي حد جه جنبهم يعني. ربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب، هم أطفال زي أي أطفال. ودي طبيعة الأطفال، طبيعي إن هم يبقوا أشقيا، طبيعي إن هم ده الحمد لله إن هو يعني الطفل ده شقي، الطفل ده شقي يعني، الطفل ده طبيعي، الطفل ده كويس، الطفل ده عنده طاقة بيطلعها، فدي حاجة كويسة جدا جدا جدا، وتحمدي ربنا عليها إن ابنك شقي. ربنا يحميه ويبارك فيه، ودايما تدعيله بالهداية. بس انا دايما بدعي لولادي بالهدايه، والله بحاول على قد ما اقدر ما ادعيش عليهم ابدا ابدا ابدا. ولو لا قدر الله غصب عني قلت اي حاجه بقول استغفر الله العظيم، يا رب استغفر الله العظيم، بقعد ادعي كتير ان انا ما كانش قصدي لان ممكن الدعوه تبقى مستجابه في اي وقت. فربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب، خلوكوا لطفاء مع اطفالكم. اطفالكم دول هم سندكم، هم حياتكم، هم كل حاجه ليكوا في الدنيا. ربنا يبارك فيهم ويهديهم و... ويكونوا بارين بيكوا دايما يا رب. الفيديو خلص معاكم بسرعة جدا جدا جدا، كان نفسي اقعد معاكم وقت اطول ونحكي مع بعض اكتر. ان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.